مساء الخير يا فندم. مساء النور. هي لازم ماشي. دايمًا كل دخلة لازم بنضحك أنا وأنتِ بتبقى وحشتيني. والله وأنتِ أكتر. ووحشتِ جمهورِك، في أيوه. جمهور منتظر نهى ما لا أقولكيش. والله على راسي، والله على راسي. طبعًا منوّراني في ربنا بودكاست يا يكرمك فندم، يا رب. قعدة حلوة وضحك من غير فلتر. إحنا دلوقتي بقينا خلاص هنعمل سلسلة من الحلقات مع نهى سلطان، ولازم نربط اللي فات باللي جاي. آخر حلقة إحنا كنا فيها بنتكلم على الtrue self والsocial self، وأنتِ كل مرّة بتحطّيني في حيرة عشان بس نكون متفقين، أوكي. وبتعملي لي اختبارات، وأنا باطلع من الحلقة بتاعتِك باقعد أفكّر. قعدت المرّة اللي فاتت جِبت ورقة وقلم، وناس كتير by the way جابت ورقة وقلم الحمد واستخدمت لله. الtools. في حاجات أقدر أعملها وقدرت أفلتر، بس بدأت أفكّر شوية بقى مع الtrue self اللي هو أنا هاحاول أظهرِك أكتر، إمم. هاحاول أعيش بيكِ أكتر، هيبقى يعني مش balance بس هازوّد الtrue self شوية في حياتي عن هتسمعي يعني الحاجات اللي جواكِ أكتر. مثلًا آه. ببساطة فعلًا هاسمع يعني الأصوات اللي جواكِ هتسمعي لها أكتر يعني. بس يعني عايزة أقول لِك هي أصوات مخيفة شوية، يعني لأ، يعني أصل أنا الtrue self بتاعتي أنا قُلت لِك قبل كده المرّة اللي فاتت لو أنا طلعت true self في ناس ممكن تزعل، بس لمّا جيت قعدت كده آخُد وأدّي مع نَفْسي، أوكي. فاللي هو باحس لأ، أنا مش قادرة أوي أطلّع الtrue self بالصورة الكبيرة، في حاجة أكنّها يا نُهى بتشدّني لتحت، يعني لأ، لأ يا ماجي، لأ مش دلوقتي، لأ، خلّيكِ بالsocial self أحسن. فمش عارفة أنا إمم. متلخبطة، أنا مش عارفة إيه اللي بيشدّني. يعني كل ما تبقي متحمسة ويالّا وهاقوم وهاتغيّر وهاتحرك، أيوه. تحسي إن أنتِ مش قادرة تاخدي الخطوة دي. مش عارفة باحس إنّي بارجع خطوة لورا أو باخاف أو مش عارفة أظهر فعلًا في جايز عندي مشكلة في المشاعر ما أعرفش، يعني أنا جاية لِك النهارده، أنا جاية لِك النهارده تقولي لي ده معناه إيه. هو ده التحدي بقى التاني سبحان الله بتاع والله الsocial أنا self هبة والtrue المفروض self. تبقى قاعدة معانا هنا، صح، والله أنتِ العظيم. بتفكّري وهي بتتحدى سبحان الله. إحنا أول مرّة أول تحدي قُلنا إزاي الsocial self ممكن توقّفِك إن أنتِ تقومي وتسمعي الtrue self بتاعتِك، صح؟ صح. المرّة دي بقى التحدي مختلف، المرّة دي التحدي في الtrue self نفسها. خلاص أنا بدأت أسمع نفسي، وبدأت أحس إني ممكن أعمل حاجات تحقق ذاتي، وأحس إن هو ده اللي بيمثلني، يالّا نقوم ناخد action. بتلاقي ما فيش بنزين في العربية، أيوه، لأ الدنيا وفي مش خوف، ماشية. أنا حاسة إن في حاجة فعلًا رابطاني كده، اللي هو طَب أنا أهو نويت وسمعت كلامِك وعملت الورقة وفلترت الناس وعملت by the way عملت unfollow. الله بس لناس المستعان. فعلًا أنا حاسة لأ، هو يعني أنا باقف عندهم ليه، ما لهمش لازمة. فلأ، هو أنا في حاجة مش عارفة أوصفها، فيا رب أنتِ تعرفي توصفيها لي. وهو زي ما اتفقنا هو ده التحدي التاني. سبحان الله الtrue self دي بقى لها قد إيه ما حدش بيسمعها، أو أنتِ مش بتسمعيها بقى لِك قد إيه، ده من الموضوع وأنا ده بالعب كورة، من وأنا في ابتدائي. أيوه. الموضوع متفاوت. يعني في ناس كانت بتسمع لنفسها at some point، وفي ناس خالص ما بتسمعش لنفسها، وفي ناس شوية كده وشوية كده، فالموضوع متفاوت ما بيننا. لكن بشكل عام هنقول إن إحنا ما بنسمعش الtrue self بتاعتنا عمومًا، ففي عندها بعض إيه، أو زي ما بنقول كده بالبلدي الجروح. أنا أصلًا كنت زعلانة بقى لي فترة أوكي. طويلة وأنتِ ما كنتيش سائلة فيّا، أنا مُحبطة، أنا عارفة لمّا تبقي متعورة كده، فأنتِ عايزاني أقوم وأشتغل معاكِ إزاي وأنا متضايقة ومُحبطة وزعلانة دي الtrue وعندي self جروح. بتاعتي. الtrue self دلوقتي بتقول لِك كده، أنتِ خلاص أهو بدأتِ تسمعيها، بس أنتِ بقى لِك قد إيه ما كنتيش بتسمعيها. الفترة اللي فاتت دي كلّها هي إمم. كانت مجروحة. أوكي. فإزاي دلوقتي بقى وأنتِ جاية تقولي خلاص أهو يالّا أنا معاكِ يالّا نقوم نشتغل، تقولي أقوم أشتغل إزاي أصلًا وأنا متعورة، ده أنا رجلي مكسورة، أقوم أشتغل معاكِ إزاي؟ أنتِ محتاجة إمم. الأول تصلّحي لي رجلي، جبّسي لي رجلي، عالجي لي جروحي، عشان أبقى أدّي أوكي، عشان معاكِ. كده ما بتقومش معايا عشان وأنا ما باقول لها بتقومش، يالّا. شوفي بقى أنتِ عندِك إيه. أوكي. ده كتير أوي. سبحان الله. خلّينا ساكتين. بس آه. هو الجروح دي زي الجروح الحقيقية فعلًا بتاعتنا، في جروح سطحية، وفي جروح بتبقى عايزة تاخد غرزتين وشكرًا، وفي جروح تبقى عميقة لازم بقى ييجي الجراح ينضّف وقصة طويلة وعملية ويخيّط و. ودي هاعرفها في الطريق؟ هاعرف آآ الفروقات؟ يعني أنا هاعرف إيه اللي أنا أقدر أعمل له healing وإيه الحاجات الصعبة أوي اللي أنا محتاجة أكلّم فيها حد مثلًا يعني. أيوه. طيب هاقول لِك على حاجة، إحنا إمم. خلّينا النهارده هنتكلّم في قواعد عامة. أنتِ بعد طيب. القواعد العامة دي حسّيتِ إن أنتِ ممكن تستخدميها وبقيتِ أحسن، يبقى خلاص إن شاء الله دي جروح سطحية والدنيا ماشية. لأ، حسّيتِ إن الموضوع لأ، لأ، أعمق من كده وده ما ضبطش معاكِ، يبقى أنتِ ممكن تكوني محتاجة حد متخصص. خدي بالِك الكلام في المشاعر ده كلام كتير أوي، ولا أوي، ينتهي، أوي. وعلشان هو يعني مختص بالبني آدمين، وإحنا كل شخص أصلًا عنده حواراته وشخصيته ما وطريقته، يكفي. أيوه سبحان الله. فما ينفعش نقول حاجات تنفع للناس كلّها، لكن ينفع نقول general rules
من أنتِ هتعملي لها customize على اللي يخُصِّك. على شخصيتك وعلى حياتك وعلى أيوه. الtrue self بتاعتك. بس زي ما اتفقنا لو جرح عميق ومحتاج بقى جراح والكلام ده، يعني أكيد كلام العوام اللي زيي مش هينفع، لازم حد حقيقي، لازم حد متخصص عشان فعلًا تساعدي نفسِك يعني، سبحان الله. ف زي كل مرة هاقول لك بسّطيها لي. مبسّطها على الآخر. بصراحة هبة السواح قالت يعني مثال لطيف جدًا عن المشاعر، عجبني أوي. قالت أوكي. لِك المشاعر دي هي نعمة من عند ربنا وهي عاملة زي إشارات المرور، يعني هي بتنظّم حياتنا، إمتى تُقفي، إمتى تهدّي، إمتى تجري، لكن مشكلتنا بقى في التعامل مع المشاعر السلبية ديّة، سبحان الله. السلبية، آه. إحنا مشكلتنا في المشاعر السلبية، ومشكلتنا الأكبر كمان لو أنتِ مثلًا بتكبتيها بشكلٍ ما أو مش بتسمعيها أو. ما هو أنا لو سِبتها تطلع هنخسر كتير. طيب خلّينا نشوف هي قالت إيه، طيب ماشي، و صح، صح، واحدة، واحدة، صح. وفي الآخر قولي لي رأيِك. فاجئيني. أيوه. اتفقنا دلوقتي إن إحنا هنتكلم في خطوط عريضة خالص. وكل واحد ياخد اللي يناسبه يا جماعة في حياته. طيب أنا دلوقتي حاسة إن أنا موجوعة، أنا مش عارفة أي حاجة غير إن أنا موجوعة، حتى مش ماشي. عارفة اسم الوجع. حلو، أنا زي أوكي؟ ما أنا ما كنتش عارفة اسم إيه اللي بيشدني تحت ده. أيوه، أنتِ موجوعة بشكل أو بآخر. في 3 حاجات كده قواعد general rules إمم. ممكن نعملها علشان أبتدي أفهم إيه الموضوع ده. ماشي. كان أول حاجة هي بتقول لِك إيه، حدّدي وجعِك واحترميه، حاولي قدر الاستطاعة لو أنتِ مش عارفة حتى توصفي اسم الشعور ده، حاولي إنِّك حتى توصفي الحالة اللي أنتِ فيها، أوكي. وتحترمي إن أنتِ دلوقتي في حالة مش في حالتِك الطبيعية، أو مش في الحالة العادية، مش في مودِك اللطيف. إمم. هاقول لِك مثال كده سبحان الله، ولنا يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة عليه الصلاة حسنة. والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ولاده اللي هم الboys كلّهم ماتوا وهو صغير، وولاده البنات كلّهم ماتوا برضه. إمم. ويعني بس ماتوا كانوا أكبر بكتير، كانوا أكبر وآخرهم بقى كانت عُمرًا. السيدة فاطمة اتوفت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 شهور، فشوفي سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم عاش وجع قد إيه موت ولاده، وكان وجع سبحان الله. ابنه إبراهيم لمّا مات كان صغير طبعًا، كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف معاه في المشهد دوّة، ماشي. الرسول كان بيعيّط قدّام ابنه اللي ميت، فعبد الرحمن بن عوف كأنه كده إيه اتلخبط أو استغرب أو كده، إزاي فقال الرسول له: بيعيّط؟ "أنت يا رسول الله." هو الله أعلم هو كان مشاعره إيه عبد الرحمن بن عوف يعني، ولكن هو صرّح: "أنت يا رسول الله بتعيّط؟" الرسول صلى الله عليه وسلم رَد بقى قال له إيه، سبحان الله، قال له: "إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون." ده إمم. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وجعه، هو مش بيقول الفقد دوّة اشمعنى أنا اللي ابني يموت، لأ، إمم. هو قال إن هو زعلان على الفقد، على فقد ابنه، عادي الواحد لمّا بيحزن على الفراق، هو راضي بقضاء الله لكن زعلان على فراق ابنه، فهو حدد وجعه، واحترم وجعه إزاي؟ عيّط. عيّط يعني حس عبّر إنه عن عايز مشاعره، حس إنه عايز يعيّط، عيّط، ما فكّرش إن في جنبه حد وهيقول عليه إيه، وحتى بعد ما قال له عادي، كمّل. سبحان دي الله، مشاعر فأنا أيوه، هاطلّعها دلوقتي. فهي دي نفس الفكرة، إن أنتِ قدر استطاعتِك حاولي إن أنتِ تحددي الوجع ده واحترميه، عارفة هنا ساعات أعبّر عنه يعني أنتِ أدّي حاسة إن له جسمِك أدّي عايز له يعبّر أدّي له عنه وقته. إن هو يعيّط، أوكي. فكّرتيني ليّا صديقة اسمها آلاء، عملت معاها حلقة، الحلقة رقم 4 كانت بتتكلّم برضه في آخر جزء في الحلقة كانت يعني بتقول: عيش كل تفصيلة، لو أنت زعلان دلوقتي ازعل، أيوه. لو أنت عايز تعيّط عيّط، خُد وقتك وعيّط. فهي يعني يالّا يا آلاء افتكرناكِ بالخير. دي سبحان ما الله. شاء الله تبارك الله دي skills حلوة، أنتِ بعد كده خلاص أنتِ خلّصتِ الليلة دلوقتي، خلاص خلاص قومي ما بقى. فيش حاجة بقى جوّه، بس إحنا برضه هنا هنتكلم بإيه، في بعض برضه إيه الtips البسيطة عشان ما تقعيش في البير وما تعرفيش تخرجي، في ناس وشخصيات معيّنة ممكن غصبٍ عنهم، ده بيبقى غصبٍ عنهم فعلًا، بينزلوا في بير الحزن دوّة أو بير الوجع وفعلًا مش عارفين يخرجوا، حلو. لإن إحنا شخصياتنا سبحان الله متفاوتة. طبعًا. تاني حاجة ممكن تعمليها، تدوّري عن مستمع جيد. هي موضوع أوكي. المستمع الجيد ده طبعًا إحنا هنا إيه، عندنا فيه حاجات حدِّث ولا حرج. لأ، أنا هاتكلّم على إن أنتِ فعلًا truly هتدوّري على مستمع جيد، ماشي. الموضوع مش هيكون سهل، صح، خالص. بس أنا هادّيكِ role model للمستمع الجيد، لو لقيتيه بقى في حياتِك، فده هيبقى رزق جميل سبحان الله. يا رب ربنا يرزقنا كلّنا والله آمين، آمين يا رب إمم. العالمين. مين بقى الrole model ده؟ السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأول خالص ما سيدنا جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا كلنا عارفين القصة دي، وهو كان في الغار وكان هو خاف وقال له: "اقرأ وما أنا بقارئ." وجري على السيدة خديجة وقال: "زمّلوني، زمّلوني." وقال لها إيه: "لقد خشيت على نفسي." الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف فعلًا على نفسه. أوكي. عملت إيه بقى السيدة خديجة؟ سمعته، 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 وبعدين احتوته عاطفيًا وفكّرته بمميزاته والحاجات الكويسة اللي فيه.
قالت له إيه، قالت له: "فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق." فرجّعت له الثقة في نفسه تاني، بعد ما كان هو يعني حصلت له هزّة، وهو سبحان الله طبعًا يعني طيب هو قال لها حاجات هي السيدة خديجة ما تعرفش عنها حاجة، ما تقدرش تقول له أي حاجة عن الكلام اللي اتقال ده، بس عملت إيه، خدته عند ورقة بن نوفل ابن عمها، خدته لواحد هي عارفة إنه أهل للعلم ده، وراح أوكي، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى له بقى القصة، وورقة بن نوفل قال له: "أيوه ده الناموس الذي نزل على موسى." لأن هو كان قارئ للكتب يعني السماوية وقال له: "خُد بالك إنه أهلك هيعادوك وهيخرّجوك من البلد." والرسول صلى الله عليه وسلم إيه، كأنه تأهّل نفسيًا للي هيحصل. أوكي، المستمع الجيد ده عمل إيه، احتوته عاطفيًا وسمعته وهدّته، ما عرفتش هي لو هي مش عارفة ترُد عليه ودّته على أهل التخصُّص. اللي هو واحد متخصص برضه. أيوه، فأنتِ لو في حياتِك حد كده وتقدري تتكلّمي معاه وعارفة إن هو هيحتويكِ فعلًا ويحتوي وجعِك ده، فدي حاجة حلوة جدًا وده رزق جميل من ربنا. ورقة وقلم يا وأمانة. جماعة ونفلتر الناس، مين اللي تاني مستمع جيد ومين اللي مش جيد. وندعي سبحان الله إن ربنا ده يرزقنا. رزق طيب ما جميل. عنديش، ما عنديش في الدايرة ماشي، اللي حواليّا مستمع فلترت جيد، وما لقيتش. أعمل إيه؟ كلّمي نَفْسِك، اكتبي، سجّلي voice memo، طلّعي اللي عندِك إمم، أيًا كان الطريقة، أوكي، والأحسن وده الأقرب إلى قلبي، إمم، صلّي وادعي ربنا، كلّمي ربنا، قولي له بقى على كل الوجع اللي جواكِ ده، حتى لو أنتِ مش عارفة زي ما قُلت لِك اسم الشعور، بس عارفة توصفيه، يا ربي أنا حاسة بكذا، كل ما باعمل كذا بيحصل لي كذا، أنا حاسة إن جوايا في كذا، سبحان الله، حلو، صدقيني هتفرّغي الطاقة دي. أوكي، يبقى إحنا كده حددنا الوجع، بحثنا عن مستمع جيد، وإذا ما لقيناش كلمنا ربنا. في دعاء جميل أوي أنا باحبه، أنا باحب أصحاب الكهف أوي الصراحة، باحب آه، قصتهم. أنتِ جبتِ الأمثلة بتاعتهم قبل كده، صح. قالوا إيه بقى هم لمّا راحوا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: "ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا." كانوا عايزين رشدا لأمرهم سبحان الله، وكان إمم، ساعتها ربنا أراد إن هم يناموا بقى يموتوا بقى سبحان الله ال309 سنة أيًا كان، فأنتِ لو وأنتِ بقى بتكلمي ربنا وبتدعي ادعي له: "يا رب هيئ لي من أمري رشدا." سبحان الله، أنا باحس إن حلوة الدعاء ده الدعوة دي أوي، جميل، جميل حلوة سبحان الدعوة الله دي يعني. أوي. حددت وجعي على قد ما أقدر، واحترمته، وطلّعت اللي جوايا سواء لحد أو بالكتابة أو لربنا، عايزة آخُد وقتي في الوجع ده، تاخدي ماشي، وقتِك، حلو. بس ولا إفراط ولا تفريط، يعني مش هاقعد 300 سَنة زعلانة، آه، لأ ما توجعوش دماغنا بقى يا جماعة. ومش هاقعد 3 دقايق زعلانة، آه، هنا ندّي لكل بقى يعني لكل ذي حقٍ حقّه. أيوه، خلّي في توازن شوية، زي ما قُلت لِك إن في ناس غصبٍ عنها ممكن تُقع في بير الوجع ده وما تعرفش تخرج منه، لأ، هي دي الفكرة، وزي ما صاحبتِك آلاء قالت إنه عيشي كل حاجة وحسّي بكل حاجة، بس خدي بالِك لا تتزحلقي. أيوه، خُدي التفصيلة دي دلوقتي وبس خلّصها شوية، خُشي في اللي شوية. بعده. طيب وأنا باخد وقتي بقى، هاعمل إيه يعني في الوقت دوّة وأنا منعزلة كده شوية؟ هتزعلي شوية أو هتفكّري في الوجع اللي أنتِ فيه شوية، بس يعني بُصّي على الحتّة الإيجابية، إلا ما أكون اتعلّمت حاجة من اللي حصل لي ده، إلا ما كنت طلعت بحتّة أقوى، أنا بقيت شخصية قوية، أنا مش هيحصل فيّا كده تاني. بُصّي شوية على الجانب الإيجابي، إيه الحاجة التجربة ماشي، الجديدة اللي أنتِ اتعلّمتيها؟ مش هاعرف أوصل لها في الأول أوي، بس أيوه، يعني لأ، خلاص أنا دخلت في الحزن أو في الوجع ادّيت لنفسي وقت، بعد بقى ما أدّي لنفسي الوقت أبتدي بقى أكلّم نفسي في أيوه، الحتّة عشان دي. تخرجي بقى زي ما قُلت لِك من أيوه، الحتّة دي، ما تقعديش بقى أيوه، طول الوقت أنا حزينة، لأ أنا خلاص بقيت يعني مش هاتكلم عن الحزن كشعور، بس مثلًا أي الوجع شعور. دوّة يعني ماشي أنا موجوعة، أنا موجوعة، أنا موجوعة، بعد حبّة لأ خلاص طَب بقى أنا هاخرج من الوجع ده إزاي؟ طَب أنا إمم، اتعلمت إيه من اللي حصل لي؟ طَب هو ليه ربنا يعني إيه خلّاني أمُر بالموقف ده؟ مش فكرة ليه إشمعنى أنا؟ لأ، إمم، شوفي إذا أرادك الله لأمر هيّأك له، حلو، فربنا لمّا خلّاني أتعرّض للموقف ده، هو أكيد بيهيّأني لحاجة، إيه إمم، بقى اللي أنا أقدر أطلع منه أقوى في الحتّة دي؟ اقلبي الموضوع positive شوية، عشان تعرفي تخرجي. حلو أوي وقت الانعزال ده برضه إمم، وأنتِ منعزلة كده وبتفكّري، تبُصّي بصّة كده على العلاقات في حياتِك، إحنا حياتنا 3 دواير، 3 أنواع من العلاقات، حلو. علاقتي بربنا، علاقتي بنفسي، علاقتي بالناس، حلو إن أنتِ تشوفي أنتِ فين، علاقتِك فين من ربنا، علاقتي فين من نفسي، علاقتي فين من الناس. ده بعد ما آخُد وقتي شوية في الوجع وأقعد وأحاول أخرّج نفسي وأتكلّم أيوه، يعني الحلو اللي هاطلع منه. وأنا في وقت الانعزال ده، وأنا في آه وقت خلاص وأنا مع نفسي. أيوه، وأنا في الوقت اللي أنا موجوعة فيه ده، أوكي، صدقيني هتخرجي بقى بعد ما ال3 slots دي، هتخرجي من الوجع ده إن شاء الله نسخة أحسن. ماشي. وأنتِ بشكل ما لو كان الجرح ده زي ما اتفقنا جرح سطحي، فأنتِ تقريبًا خلاص كده حطيتِ عليه بلاستر وخف وهتنطلقي. تويته. تويتة بالضبط كده. طيب معلش أصل ده إحنا ممكن نقعد فيها حلقة.
ال3 دوائر اللي أنتِ قُلتِ عليهم دول ده إحنا ممكن نخش في حتّة عميقة جدًا. آآ بالضبط بس أنا هاقول لِك بقى بس عشان إيه أنا باحب أوي مش موضوع هاسيبِك، مش المصادر هاسيبِك دوّة، معلش لأ عشان باحب موضوع سَبْق المصادر. صحفي. إمم. هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سطر واحد آه. بيلخّص القصة دي. بسّطيها لي، آه، أحب أوي الرسول صلى التبسيط. الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول: "يا عليه الصلاة معاذ والسلام. اتق الله حيثما كنت." يبقى number one في حياتنا الله، علاقتي إمم. بربنا، "واتبع السيئة الحسنة تمحوها." يبقى number two نَفْسي، أوكي. "وخالق الناس بخُلُقٍ حسن." number three الناس، هي دي الأولوياتنا، الله، نَفْسي، الناس. إمم. معظم اللخبطة اللي في حياتنا بتحصل لإن الأولويات دي بتتغيّر. صح، ترتيب بيخش في أيوه، بعضه. ساعات باعمل حاجات عشان الناس هتقول عليّا إيه، لازم البوفتيك، عارفة إمم. أنتِ طبعًا. فأنتِ كده حطيتِ الناس قبل نَفْسِك، لو أنتِ مثلًا قدراتِك المادية لا تسمح إنِّك تجيبي بوفتيك. صح. ماشي، فأنتِ حطيتِ الناس قبل نفسِك. ساعات لمّا بامشي ورا شهواتي ورغباتي، إمم. أنا حطيت سبحان الله نفسي قبل ربنا، فأنتِ في الوقت ده حلو إن أنتِ كده قاعدة بتاخدي وقتِك وبتتكلمي مع نفسِك، حلو إن أنتِ ترجعي تضبّطي تاني الأولويات دي، أوكي. هتبقي نفسيًا حلو. بعدها مرتاحة، سبحان الله حاضر، يعني. حاضر يا نُهى، حاضر. تعبت أوي بس حاضر. فكرة بقى إن الانعزال التام ده مش أحسن حاجة. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم." فاحتسبي، احتسبي معلش إن أنتِ ممكن يكون في ناس بتأذيكِ أو طبعًا أنتِ قدر أيوه، الاستطاعة دي حلوة أوي، دي اللي هي فيما معناها إن أنا يا جماعة مش هاقدر أفضل عايشة طول حياتي منعزلة، في خُنّ كده وما بالضبط، اتكلمش مع ناس، أصل هُم بيضايقوني، بيأذوكِ. أصل هُم بيوجعوني، لأ أنا مضطرة أنزل وأتعامل، ومن التعامل ده أنتِ هتاخدي أحتسب. skills أولًا هتحتسبي الأذى اللي بتتأذي دي، وأنتِ أوكي. you will gain skills إن أنتِ المرّة الجاية تعرفي تتعاملي مع الأذى ده إزاي، تتعاملي مع الأذى مش إنِّك تصُدّي الناس أو تتعاملي معاهم بطريقة مش كويسة، لأ تتعاملي مع الأذى بإن هو ما يأذيكيش، الموضوع عندِك، أنا ما ليش دعوة باللي جاي من برّه، أنا ليّا دعوة بالreceiving بتاعي، أنا I will receive this إزاي، إمم. هاستقبل اللي بييجي لي ده إزاي، نفس الaction يا ماجي، أنتِ تستقبليه بطريقة وأنا أستقبله بطريقة. صح. الفرق بيني وبينِك إيه، أنا عارفة أنا بافكّر إزاي وباستقبل إيه، وأنتِ عارفة أنتِ بتفكّري إزاي وتستقبلي إيه، أنتِ اللي حصل ده هيخلّيكِ إنسانة أحسن، وأنا اللي حصل ده هيحبطني ويخلّيني إنسانة مش أحسن، أو هيوقّفني يا ستي، مش هاقول لِك إمم. مش أحسن، هيوقّفني عن الطريق اللي أنا ماشية فيه، إنما أوكي. أنتِ اللي حصل ده هيخلّيكِ تبقي أحسن وتنطلقي، الفرق في الreceive. حاضر، إحنا قُلنا كده حاضر. ال3 حاجات إمم. بشكل عام في الوجع بشكل عام طيب. نعملهم. طيب خلّينا نقول أمثلة، وهي فعلًا في الكتاب قالت أمثلة ل3 مشاعر، هنتكلم ماشي. عنهم سريعًا. لإن زي ما قُلت لِك أوكي. الكلام في المشاعر دوّة ده لأ، ده 10 حلقات. مش ممكن إمم. هنتكلم عن الخوف وعن الحزن وعن الغضب، أوكي. منوّرين ال3. آه. عارفة ال3 دلوقتي في 3 لمبات نوّرة عندي أهو. الله ماشي. المستعان، هم كلّهم مشاعر بصراحة يعني مش موجودة في كل سهلين حتة. وكلّنا عندنا منهم بس الهدف أو القصد من الكلام هنا إيه، ما تخلّيش المشاعر دي توقّفِك، يعني إمم. أعمل نفسي مش واخدة بالي لأ، هناخد بالنا بس بس مش نهندل، هتوقّفنا. بس نهندلها. أيوه، هي بقى صح. الbalance ده، هو الذكاء في الbalance ده، أو خلّينا إمم. نقول القوة في الbalance. لأ، وإحنا ما شاء الله علينا في الذكاء والقوة. لأ عيب ماشي. عليكِ. ماشي، ماشي، أوكي. طيب الله معلش أنا المستعان. عايزة أنا هاختار أنا أول واحدة. أوكي. ماشي، أنتِ قُلتِ 3 معلش خُشي بالخوف، لإن آه، الناس مرعوبة. أسترها أنا أول واحدة مرعوبة فيكم. شُفتِ؟ ليه يا نهى؟ طيب هاقول ماشي. لِك ليه، أنا مضطرة أقول كلام ده بجد؟ سبق صحفي عند podcast يا فندم. أوكي، أوكي، ده أنا ده أنا نشِّنت. أيوه. بس قبل ما أقوله هاقول لِك حاجة الأول تقسيمة لطيفة، هي بس سواح قسّمت الخوف قالت لِك خوف طبيعي وخوف مزيف. القرآن قسّم الخوف لنوعين، أوكي. خوف يخلّيكِ تقومي وتشتغلي ماشي. وخوف يوقّفِك. خلّينا نقول إيه الخوف اللي يوقّف، أو الخوف بقى يعني الخوف اللي يوقّف في تقسيمة القرآن، والخوف المزيف في تقسيمة هبة السواح يعني، ماشي. هو ده بقى السبق الصحفي اللي عندِك. مضطرة أعترف قدّامِك. أنا في صدمة حاليًا، بس أنا منتظرة أسمع بس أشوف طيب، إحنا أنتِ تمام سجّلنا صح؟ أنا أمورِك تمام، لأ أنا تمام. خلاص بقيت تمام الحمد لله. أوكي. لمّا إحنا سجّلنا الحلقتين اللي فاتوا، كنا يعني من حبّة كتير جدًا، آه، يعني في لأ رمضان، ده خلّيني من 6 أقول شهور يا يعني جماعة يالّا الحمد لله إحنا نزّلنا الحلقات. سبحان الله وقتها أنا في الوقت ده في رمضان يعني كنت باتدارس سبحان الله سورة طه يعني مع أصدقائي، وكنت في حالة إيمانية يعني نفسي أوصل لها تاني الصراحة، إن الحمد شاء لله الله يعني بإذن الله. ربنا يرزقنا ويرزقكم جميعًا. يا فأنتِ رب أول ما بإذن الله. كلمتيني قُلتِ لي هاعمل كذا، 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 أنا أصلًا already يعني فاهماني، كنت في حتة في الhigh. كنتِ فقُمت في داخلة السحابة دي. في السحاب، هو يالّا هوب يا دي رسالة من ربنا، وقُمت أيوه أنا فاكرة وأنتِ قُلتِ لي ده أنا كنت لسه باتكلم مع أصحابي سبحان طيب. الله، فسجّلت معاكِ
مش مدركة خالص إحنا فين، الحمد كنا لله. بنعمل طب إيه، إيه، ماشي أوكي. لمّا إحنا جيتِ إحنا بقى زِعنا حلقتين، إحنا أيوه. زِعنا مش قبل أول حلقة لمّا بعتِ أنتِ قبلها تقريبًا بأسبوع أو حاجة، آه، لمّا بعتِ آه. لي قُلتِ لي إنِّك خلاص هتعملي upload للحلقات ومش عارف إيه، أنا جالي يا ماجي panic attack. أنا بقى خلاص أنا نزلت بقى، أنا نزلت للحلقة العادية بتاعتي. ده وأنا بجد؟ أدركت أقسم بالله العظيم، أنا أدركت إيه اللي بيحصل ده. أنا كان كل اللي تفكيري إن أنا عايزة أدخل جوّه درج المكتب وما حدش يشوفني ولا حد يعرفني، يا لهوي يا نهى! والله العظيم. طب لغيني، طب قولي لي معلش يا جماعة آآ ثواني، طب لغيني. كنت كل مثلًا نُص ساعة بامسك التليفون أقول أنا هابعت لماجي أقول لها أنا عيّلة ورجعت في كلامي، شكرًا. طب أنتِ عشان محتوى البودكاست والّا الفكرة؟ بُصّي، أنا ما كنتش عارفة في إيه، أنا كنت حاسة إن أنا من جوايا خايفة أو حتى ما كنتش عارفة إني خايفة، أنا كنت كل اللي جوايا إني عايزة أدخل جوّه درج المكتب، بس يا درج حبيبتي يا المكتب مش نهى هيكفّيني. تعالي قولي لي والله هنشوف هنعمل إيه. آه، عملت إيه بقى، هو سبحان الله هو طبعًا رزق من عند ربنا يعني، أنا باقول لِك سبحان الله. حتى ما كنتش عارفة اسم الوجع اللي عندي أو اسم الحاجة دي، أيوه بس أنتِ ما قُلتيليش حاجة ما عملتش حاجة خالص، أنا خالص آه. أنا أول مرّة كمّلي يا نهى كمّلي، طيب إحنا بنوطّد عايزة العلاقة في البودكاست أيوه. ده. طيب كلمت يعني من أحسبه سبحان الله آه، يعني أهل للعلم، ماشي، وأحسبه على أوكي، دين وعلم، أوكي، ماشي، واتكلمت معاه في الموضوع ده، هو حبّة كده قعد إيه خدني على الهادي وسمعني، ماشي، وبعد كده قال لي: "غالبًا اللي عندِك ده اسمه خوف." حلو، ساعدني إن أنا أسمّي الحاجة اللي عندي، أوكي، خوف قُلت له قام قال لي: "خوف." حسيت أيوه، كليك خوف. ماشي، طب قال لي: "أنتِ خايفة من كذا؟" لأ، خايفة من كذا؟ لأ، قال لي مثلًا 7، 8 حاجات أنتِ خايفة منهم، وأنا فعلًا كنت تقولي لأ. طيب، قال لي حاجة واحدة بس: أيوه، "إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين." أنتِ ما أوكي. الخوف ده اللي يوقّفِك، أنتِ مش خايفة من حاجة فعليًا، أنتِ مش خايفة من حاجة. ما هو قعد نمّر لِك كل حاجة وأنتِ قُلتِ له كل لأ، حاجة لأ، 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 لأ. سبحان الله، فهو ده أوكي، الخوف اللي بيوقّف، الشيطان بيقوم داخل لِك كده حتّة، وبعدين بقى بعد ما خلاص قال لي: آه، "ده خوف، وإن ده خوف يوقّف، وإن ده خوف مزيف، وإن ده الشيطان أصلًا." واتطمنتِ. خلاص تمام. أنا كل ده لا أعلم عنه شيء. أنا باذيع بس. يا الحمد لله على سبحان السلامة يا نهى. الله، الله يسلمِك. والخوف هدا أو الشعور اللي ما كنتيش عارفة توصفيه قَل والّا راح؟ عارفة أنا ارتحت اللي أنا فهمت عرفت أترجم اللي جوايا، إمم، كون إن أنتِ تترجمي اللي جواكِ دي حاجة بتريحِك، أنا ما كنتش عارفة حتى الموضوع ده، يعني أنا اتعلمته بقى، إن أنتِ لمّا أوكي، بتترجمي اللي جواكِ أنتِ بترتاحي، سبحان الله، فأنا بس إمم. اتعلمت بقى من الحتة دي إن ده أنا فعلًا دلوقتي يا الخوف. جماعة رافعة حواجبي عشان بس لو حد بيتخيل القعدة، عشان بس تبقوا أنتم فاهمين. آه. أنا اضطريت أقول الموضوع ده ليه، لا، لأ علشان حلو. ده الخوف اللي بيوقّف. أنتِ أوكي، حاسة إن أنا خايفة، عايزة تقومي تاخدي خطوة، بس خايفة، فصّصي كده أنتِ خايفة من إيه، أو إمم. فصّصي اللي في المواقف دي إيه الحاجات اللي ممكن تخوّف، إيه أسوأ التوقعات يعني؟ إيه أوحش حاجة ممكن تحصل، آه، واكتبيهم أو قوليهم أيًا كان يعني، ماشي، لو لقيتِ نفسِك أنتِ فعلًا مش خايفة من الحاجات دي، أو الحاجات دي مش هي دي مش مشكلة، مت م عندِك استعداد تتقبليها، يبقى ده خوف يوقّفِك، ده الشيطان بيوقّفِك. طيب في ماشي، بقى الخوف الطبيعي، أو الخوف إن هو أنتِ في العادي لازم تخافي في الحاجات دي، بس ده هيخلّيكِ تقومي تاخدي action ويبقى عندِك إحسان في الحاجة، ماشي. زي أيوه، لأ ادّيني أمثلة على طول، خُشّي بأمثلة. هاقول لِك هادخّلِك في الأمثلة، سبحان الله إذا ذُكر الخوف لازم يُذكر سيدنا موسى. صح، سيدنا صح، موسى من صح. أول ما هو baby ربنا بيقول لمامته: "فإن خفتِ عليه فألقيه في اليم." أصلًا يعني إمم، خايفة عليه ارميه في النيل. على طول. سبحان الله يعني الخوف في سيدنا موسى في حياة سيدنا موسى سبحان الله موجود كتير جدًا. دائم، هاقول لِك على مشاهد كان سيدنا موسى خايف فيها. ماشي، لمّا ربنا قال له: "روح لفرعون." قال: "رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون." طب هو كان خايف من فرعون، بس ده خوف طبيعي، لإن فرعون بقى وما أدراكِ ما صح، فرعون، صح، بس ده خوف خلّاه يتحرك ويقول يا رب طب خلّي معايا هارون وزير، مش خوف اللي هو أنا خايف من فرعون فمش هاقوم مش هاعمل حاجة خالص، إمم، لأ ده خوف يخلّيكِ تفكّري في تبعات الموقف يعني، فتضبّطي نفسِك وتضبّطي أدواتِك وحاجتِك عشان تنطلقي. تجهّزي نَفْسِك أكتر، أيوه، أوكي، سبحان الله. اللي أنا عايزة أقوله إن مشاعر الخوف اللي كانت عند سيدنا موسى دي كلّها كانت مشاعر خوف طبيعية، وأي حد في مكانه كان لازم يخاف، بس إمم، مشاعر الخوف دي كانت بتخلّيه يفكّر إن هو إزاي يأدّي الرسالة بتاعته بشكل أفضل، بإحسان أكتر، مش كان أوكي. الخوف اللي يخلّيه يقول لا، لا، لا والله يا رب أنا ولا عايز أبقى نبي ولا أنا كذا سيبني أنا عايزة أتغطّى وأنام. أيوه، سبحان الله. إمم، فده الخوف الطبيعي، خلاصة الكلام بقى كلّه. إمم، أنا دلوقتي حاسة بخوف، يبقى هتعملي حاجة من الاتنين، هتقيّمي خوفِك، خوفِك طلع مزيف مش حقيقي، إمم، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم يالّا خدي action وانطلقي، خوفي طلع طبيعي ما فيش مشكلة، هتُقفي وتفكّري
تضبّطي تعيدي إعادة ترتيب ورقِك تاني، إمم. وتضبّطي أدواتِك، وبرضه هتنطلقي. أوكي. أنتِ كده منطلقة، كده، كده أنتِ هانطلق. هناك خلاص. باي، باي يا جماعة. حلو. فهمتِ؟ سبحان الله. ده كده أول شعور والّا لسه؟ ده كده خلاص دي أول شعور كده أوكي، خلاص، إحنا قُلنا خوف. مثال بقى لشعور الخوف، وأنا تقريبًا قُلت لِك ال3 حاجات يعني. تحبّي نتكلّم عن إيه بعد كده؟ لأ، ما أنت دخلت في نخش في الحزن على طول على بقى يعني، طول. أنا عايزة أحزن دلوقتي، عايزة الحزن ده أعيّط. أساسي يا خرابي سبحان لأ الله. الحزن ده أصله يعني منتشر، منتشر ده أنا باقول برضه ساعات على بنتي الصغيرة، يا بنتي إيه الهرمونات آه، دي فخير. لا ربنا يهديهم. برضه سبحان الله يعني هبة السواح سمِّت الحزن كده حاجة لطيفة أوي، قالت عليه الhealing feeling، يعني على قد ما healing الحزن دي feeling. حاجة مؤلمة، على قد ما أنتِ لو أدرتيها صح، تطلعي منها شخص أقوى بكتير جدًا، جدًا. هو أنا ملاحظة سبحان إن الله. كل المشاعر أنا محتاجة أديرها، فدي محتاجة منّي أنا باحس إن ده محتاج قوة منّي يا نُهى إن أنا كل حاجة أحسّها أنا محتاج لأ، أمّا آجي ضبّطي كده الزوايا وارجعي كده شوفي المفروض تخرجي بالحلو منه. آه، فيعني صح كده كل ما ما هي صح، هي دي الفكرة، الفكرة إن أنتِ ولا تكبتي أكنِّك تعملي نفسِك مش موجودة، إمم. إن المشاعر دي مش موجودة، يبقى كده غلط، ولا ولا أسيبها بقى إن بقى الدنيا إيه، ده أنا سايحة خلاص منِّك بقى، على ده أنا هاقعد الآخر. سنين بقى في أيوه. الحزن. الصعب الإدارة يا ماجي، شوفي عارفة بنقولها في أيوه. تربية الولاد، يعني أسهل حاجة في الدنيا إمم. إن أنا أقوم أزعّق أدّي كل واحد بالقلم على وشه، صح كده؟ آه. والدنيا بس هتبقى واقفلي الباب smooth. واطلعوا برّه. بس سهلة والّا مش سهلة؟ جدًا. سهلة جدًا. والأسهل منها إن أنا ولا يفرق معايا، يعملوا اللي يعملوه، ولا صح برضه عارفة اللي أكبّر هو دماغي مكبّر دماغه خالص. على الآخر. الصعبة فين؟ manage بقى، أحاول أmanage. تمانجي وأنتِ مسيطرة على نفسِك ومسيطرة على غضبِك، إمم. وفي نفس الوقت أنتِ بتعلّميهم، أنا بامانج وباعلّمهم، بس قوة، على قد ما هي إمم. صعبة على قد ما هي قوة، الأجر على قد المشقة. صح، ما هي دي، هي دي اللي سبحان الله. بتزُقّني، ماشي فإحنا فهمتِك. هنا بنتكلم على إيه، لأ أنتِ خلاص دلوقتي أنتِ عايزة تبقي أحسن نسخة من نفسِك، أنتِ عايزة تبقي خليفة قوي في الأرض، إمم. معلش بقى شدّي حيلِك صح، معايا، صح. شمّري كده وهندير شوية حاجات. حاضر، إحنا هنطير. هنطير. ارجعي لي للحزن بس، خارجة ارجعي لي لي للحزن بالحزن ماشي نخش ببهاء سلطان س دلوقتي وهنحزن هو وحمادة هلال. اتفقنا هنتقبّل شعور الحزن ده إمم. وهندّي له وقته. حلو. الرسول عليه السلام عاش أوقات حزن لدرجة إنه سُمّي بعام الحزن، شوفي يعني السنة صح. اسمها سنة الحزن، ليه بقى، إيه اللي حصل في الوقت ده؟ عمه أبو طالب مات والسيدة خديجة ماتت، إمم. أكتر 2 كانوا بيحبوه. عاملين له سبحان الله support، سواء support بقى يعني emotionally من السيدة خديجة أو support من حماية، سبحان الله الاتنين دول ماتوا، وفي الوقت ده الرسول صلى الله عليه وسلم بصراحة اتعرّض لحاجات كتير أوي مؤلمة، وكان راح الطائف، يعني قصة الطائف دي قصة مؤلمة جدًا، جدًا، يعني هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يروح أرض تانية يهاجر بقى من مكة يعني، أوكي. علشان يقدر ينشر الدعوة، لإن لمّا عمه أبو طالب مات والسيدة خديجة ماتت، قريش بقى زوّدت الأذى جامد، وضيّقت أوكي. على المسلمين جامد جدًا. ماشي. وكان في الوقت دوّة لسه ما فيش أمر إن المسلمين يردّوا، كان الأمر من ربنا إن ما حدّش من المسلمين يعمل حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم راح الطائف وقال لهم إن هو نبي وإن هو يعني لو آجي عندكم أذوه جدًا، جدًا، ولدرجة إنه نزل سبحان الله جبريل ونزل معاه ملك قال له إن هو يعني يخسف بيهم الأرض ويطبّق عليهم الجبلين اسمهم الأخشبين اللي هم في الطائف، من كتر الأذى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتأذاه منهم. وساعتها أوكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "لأ يعني ولعل إن ربنا يطلّع من ذريتهم ناس صالحة." سبحان الله يعني هي حاجة بقى side كده، على معلش قد كنت ما محتاجة الرسول صلى أعرف. الله عليه وسلم اتأذى، إحنا عشان الدين يوصل لنا، إحنا آه. دلوقتي بيقول لِك فُكِّك يا شيخة ده سُنّة، الله المستعان. رب يعني أوكي. باذكّر أيوه، نفسي أيوه. وإياكم، آه. يعني سبحان أوكي. الله. إمم. المهم، فهو كان عامل حزن كان يستاهل يبقى عامل حزن، سبحان الله، سيدة يعني خديجة وعمه. وإذا ذُكر الحزن إمم. لازم يُذكر سيدنا يعقوب. لمّا صح، فقد سيدنا إحنا يوسف. سيدنا موسى في أيوه، الخوف ماشي. وسيدنا يعقوب في الحزن، سبحان الله. فقد آآ بصره. أيوه، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني هو لم يشكو حزنه إلا إلى الله، لكن في حاجة بقى هنا يعني إشارة في الآية، ابيضت عيناه من الحزن، خدي إمم. بالِك الحزن ممكن يأذيكِ بدنيًا لو إمم. انغمستِ فيه زيادة، شوفي الناس صح. اللي ساعات بيحصل لها موقف جامد أو حاجة شديدة وتنام تقوم عندها السُكّر. أعرف ناس كده والّا شعرهم اللي بيُقع أو تنام تقوم لأ ربنا يعفو عنا وعن الجميع يا رب ييجي لها جلطة وهي نايمة، ده كتير. عندي أمثلة سبحان بس مش الله. هينفع أذكرها والله يعني أذكرها والله العظيم أنا مش كمان هينفع. عندي أمثلة بس مش مش هينفع أقولها، هينفع كتير، سبحان الله، كتير، كتير، وخصوصًا سبحان اللي الله. بيكتموا الحزن مش
مش بيعبّروا مش عنه، بيعبّروا عنه سبحان مش الله. بيدّوا له بقى وقته. بس يعني صاحبتِك اللي استضفتيها ريهام، بصراحة ريهام، عجبتني جدًا لمّا آه. اتكلّمت على وفاة باباها. لأ ريهام إن هي أستاذة. يعني ما شاء الله تبارك الله يعني وصاحبتي عندي صاحبتي نفس الكلام قالته، إن هي بقت فعلًا حد أقوى، بعد الفقد ده هي بقت حد أقوى، فأنتِ محتاجة تتقبّلي الفكرة هتاخدي وقتِك وتاخدي برضه وقتها ما قُلناش أكيد، حاجة، آه. وهنرجع نفكّر في الحاجات الpositive زي ما قُلنا، وهتلاقي نفسِك بقيتِ أقوى. يعني صاحبتي بقى إمم، دي اللي أنا عارفاها هي كانت بتحكي سبحان الله يعني مامتها وباباها كأنه توفّوا ورا بعض على طول، إمم، وهي كانت البنت الوحيدة وعندها ولاد بقى boys إخواتها، فكان يعني ليها متدلّعة بشكل معيّن يعني. أكيد. فهي كانت بتقول إنه بعد ما حصل وفاة مامتها وباباها ورا بعض كده، هي فعلًا بقت شخص أقوى واكتشفت إن هي دلوقتي عارفة تتعامل مع ولادها اللي داخلين سِن بقى البلوغ أنتِ عارفة إمم، القصص دي، آه. وإن هي ما كانتش أبدًا هتعرف تتعامل معاهم بالشخصية القديمة، فمن سبحان رحمة الله. ربنا إن ده حصل وهي بقت أقوى بشكل ما وبدأت تعرف تتعامل مع عايزين نستضيفها المرحلة دي. معانا. أيوه سبحان الله، فأنتِ لو يعني أدرتِ الحزن صح، هتبقي فعلًا شخص أقوى وهيبقى فعلًا healing feeling حلو سبحان الله healing يعني. feeling أوكي، شكرًا يا ريهام على المثال، أوكي. جدًا إمم، سبحان الله، سبحان الله. وخلّيكِ دايمًا فكّري في الجملة دي، إذا أرادك الله لشيء هيّأك له. حلو، فربنا لو حطِّك إمم، في موقف ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها طبعًا، سبحان الله، لو طبعًا، حطِّك في موقف هو بيهيّأ لِك لحاجة صدّقيني، ربنا هو صح، بيحبنا، يعني هو مش إمم، يعني مش ربنا مش بيعمل لنا حاجات عشان نزعل ولا نتضايق، هو ربنا أصلًا بيحبنا سبحان الله، فأي حاجة بتحصل وإن تبدو ظاهريًا إن هي مؤلمة، إمم. لكن ليها فايدة ليك، الغضب. مش هينفع أدّي أمثلة عشان اللي هيسمعني عارف ماجي والغضب. اتفضلي هاحب أسمع منِّك. لا والله لأ أنتِ سمّعيني كده وأنا أنا اللي برضه هينفع أقوله هاقوله والله. المشكلة إن أنا زيِّك بالضبط. لأ الغضب ده مشكلة، عامل مشكلة كارثية. كبيرة، عامل مشكلة قطر، يعني كبيرة. كان في مثال أنا قطر ما باقفش لمّا باغضب، بس يعني الحمد لله بنحاول نتعافى بس بقى لنا سنين. سبحان الله، يعني فعلًا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لمّا الصلاة قال: "ليس والسلام. الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب." السرعة اللي آه، هو القوة البدنية، يعني صح، مش صح، الشديد القوي اللي هو عنده قوة بدنية وبيصارع، لأ صح، إنما اللي الشديد يوقّف من نَفْسه يملك عند غضب. نفسه عند الغضب فعلًا والله وصدق رسول الله، أنا أبصم بالعشرة الموضوع ده في فعلًا حاجات كتير يا نُهى محتاجين والله نتكلّم عنها. العظيم أنا الموضوع المشاعر ده أنا أصلًا دخلت غلط هنا في الحلقة دي. لا، لا، ده الناس هتنبسط أوي. اتفقنا إن إحنا هندير الغضب ماشي؟ ماشي، ماشي، أنا عايزة أشوف بقى هتقولي لي إيه عشان أنا هاطبّقه على اللي عندي مش عارفة أقول وأشوف لِك إيه. وأشوف هل ده فعلًا حصل والّا لأ. قولي، قولي، طيب قولي. هو الغضب ده من التحديات اللي أنا شخصيًا يعني بامُر بيها أنتِ. مؤخرًا يعني بدأت رحلة أصلًا عقبال ما أدركت اللي أنا عندي ده اسمه غضب، أخدت حبّة، ما كنتش برضه مدركة إيه اللي ليه أنا بيحصل لي كده أو ليه أنا باعمل كده أو ليه ردود أفعالي كده، نُهى، آه، بعد أنا برضه حبّة رافعة قريب حواجبي يا جماعة. أيوه ماشي. اكتشفت إن ده اسمه الغضب، طيب نعمل إيه بقى في الغضب ده؟ يعني إيه أنا لسه ما وصلتش للحلم، اللي هو الشخص الحليم، بس أحسب يعني إني خدت خطوات، إن شاء الله إن أنا أوكي، أكيد أحسن من قبل ماشي، كده، ماشي. بس لسه في النُص. إحنا هنقفل الحلقة دي وأنا وأنتِ هنقعد دلوقتي نشرب كوباية شاي شوفي موضوع تسمعيني. الغضب ده إن أنا وأنتِ نشوف وصلنا لإيه. الله قولي لي بقى. المستعان سبحان الله. حديث جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: "إنما العلم بالتعلُّم والحلم بالتحلُّم." الحلم هنا اللي هو عارفة أنتِ الشخص الحليم؟ الحليم أيوه آه. بالتحلُّم. أنا هاقولها لِك بقى بلغتنا أيوه ده fake المهم. it until you make it. أوكي. اعملي نَفْسِك حليمة لحد ما هتبقي حليمة، اعصري والله على طريق نَفْسِك سهل تصدقي؟ شُفتِ؟ طريق والله مش يا لهوي! أسهل من كده. ده أنتِ فين من زمان. اعصري على نفسِك ليمونة، وحاولي تمسكي نفسِك هم مثلًا أنا باغضب في اليوم 10 مرات خلاص، هاحاول أمسك نفسي النهارده مسكت نفسي مرة وغضبت 9 إمم. بُكرة مسكت نفسي مرتين وغضبت 8 هتيجي، هي في الآخر هي skill هتيجي بالتدريج، ماشي يعني هو خدت منِّك وقت قد إيه؟ هي لسه ما خلصتش فيها لسه ماشية بس يعني بس هو خدنا steps. بس يعني هي إيه الفكرة برضه هي من شخص لآخر آه. وأنتِ لازم دايمًا تفكّري نَفْسِك بالحاجات سبحان الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب آه. المحسنين، المحسنين يا كمان! ربي أيوه أنا أنا عايزة هاجزم وأحسن. تصوّري ما يعني إحنا بنحاول طب ما إحنا إحنا خُدي في بالِك الكظم مش لازم لسه. أوصل لكل حاجة مرّة صح، صح. واحدة، هي steps بس لمّا تقولي يا ربي أنا هاعمل كده عشان أكون من المحسنين اللي أنت بتحبهم بس، أصلًا ده لوحده يخلّيكِ تقدري إن شاء الله ويخلّيكِ تحاولي.
في حاجة لطيفة أوي حد سألها لي إمم. وحسيت إنه اتصدمت الصراحة، قال لي معلش هو مش قالت لي مش مشكلة. إيه قيمة الغضب ده يعني أنتِ الغضبة اللي غضبتيه عشان الموقف ده، إمم. إيه قيمتها كمان 20 سنة؟ أنا لأ، مش هاقول لِك لأ، كمان والله 20 سنة، كمان كمان ساعتين، كمان هتلاقي ما لهاش ساعتين. أي قيمة خالص، خالص. في حاجات كبيرة، سيبِك من الكبيرة، أنا باتكلم على اللي هو الغضب بتاع الevery day ده. ده غضبِك مع عيالِك إمم، يا بنتي اللي بيطلع فجأة بدون إمم. مبرر. إيه قيمة الموضوع ده كمان سنة، مش هاقول لِك 20 سنة، كمان سنة، إيه قيمته؟ هتلاقي قيمته ولا حاجة، يعني أنتِ استنفذتِ طاقتِك ووقتِك وعلاقتِك باللي قدّامِك، إمم. بوظتيها عشان خاطر حاجة ما لهاش قيمة أساسًا. بس هي بقى الفكرة ساعة ما ييجي لِك الغضب الغضب بقى أنتِ ما بتبقيش أنا مش شايفة. خرابي لو جيتِ لي من 10 سنين، يالّا يا الحمد الحمد لله. لله، ما إحنا بنتعلم، دي أيوه، رحلة، أيوه، دي آه. رحلة سبحان الله. إمم. حد جميل برضه قالت لي حاجة، آآ يعني أنا من ضمن أصلًا أسباب الغضب اللي عندي موضوع الperfectionism ده، المثالية المفرطة. أنتِ عايزة توصلي لها. غصبٍ عني بابقى كل حاجة لازم تبقى perfect، كل حاجة لازم تبقى مضبوطة، طبعًا ما فيش كده، إمم. ففي حاجات بتبوّظ الدنيا، فاقوم أنا أغضب. أوكي. أوكي، ولمّا إمم. كمان مع الولاد بقى آه، والصغيرين طبعًا آه. أنتِ في حتة تانية إمم. خالص، إمم. perfect إيه؟ إمم. قالت لي والله العظيم قالتها لي كده ومشيت سابتني "لست عليهم بمسيطر." ماشية وسايباني. صح، صح، أنتِ مش هتعرفي تسيطري عليهم، أنتِ ودي إزاي؟ مش قصتي، مش بتاعتي، أنا ممكن أقعد أقول ده أنتِ وأعيد لو وأعمل. خبطتِ دماغِك في الحيط ورجعتِ تاني هم لو هيعملوا زي ربنا ما هم. مش رايد مثلًا هدايتهم أو مش رايد إن هم يبقوا ناس كويسة لست خلاص عليهم بمسيطر، بمسيطر. ولو ربنا رايد هتعملي حاجة قد كده بس ربنا هيخلّيها تقع في قلبهم. أنتِ عارفة أنتِ محتاجة يعني يعني يبقى في تفكُّر في كل كلام وكل خطوة وكل موقف باستقبله تتعبيني معاكِ أوي في الحلقات، لا، لأ، بالعكس، طب خلّيني أقول لِك على تتعبيني. حاجة بصراحة من الحاجات اللي فعلًا فرقت معايا وكانت فارقة، آه. كورس لطيف جدًا خدته مع سُلافة سليم اسمه هدوء يدوم. أنا باحب السلافة السليم هي والله. كلامها جميل آه. بصراحة. الكورس لطيف وlight. هدوء يدوم. اسمه هدوء يدوم، على قد ما هو light بس معلوماته غنية جدًا، بتتكلم بقى إيه على سيكولوجية الغضب نفسه، هو ومقسّمة عن بقى الغضب. الغضب بس؟ هو عن الغضب وبتتكلم أوكي. هي القصد طبعًا إنِّك تبقي هادية مع الولاد، بس هي لازم طبعًا بتتطرق للغضب كشخص، أنتِ بقى بتتكلم عنِّك أنتِ، وأنتِ ممكن يكون إيه الdeep الroot cause بتاع الغضب بتاعِك إيه، يعني بتدّيكِ بصراحة tips وحاجات وtools تستخدميها عشان تعرفي الroot cause بتاع الغضب اللي عندِك. وبتوصلي لها؟ وبعدين بتقول لِك أنتِ تعملي إيه قبل الغضب، قبل العاصفة، وعلامات تعرفي إن العاصفة جاية أهي، ماشي، أوكي. والtriggers بتاعتِك أنتِ، وأنتِ اللي هتحددي حاجتِك، إمم، يعني مش كلام إمم. في العموم، لأ أنتِ كلام كل هتحددي اللي واحد عارف يخُصِّك. إيه اللي الtriggers اللي ممكن ت ت ت تشغّل الفشار يطقطق. إمم. أوكي، طب لو أنا غضبت خلاص وقعت في الحفرة وغضبت، ممكن أعمل إيه عشان الموضوع ما يبقاش يعني disaster ما يبقاش كارثي؟ آه. وممكن أعمل إيه بعد الغضب. فهو بصراحة من الكورسات الجميلة جدًا، وهي بعد ما بتخلّصي الكورس ده هي عاملة community لحد دلوقتي أنا لسه معاها في الcommunity دوّة، إمم. وكل فترة بتبعت لِك حاجات تفكّرِك أوكي. فلطيف من الكورسات فعلًا اللي حسيت إن أنا استفدت فرقِت بيها. معاكِ. وأحسب إن شاء الله اللي ياخد معاها الكورس دوّة يستفيد يعني. شوفي إحنا بنشتغل على إيه، برضه هو الغضب ده مش زرار هتدوسي عليه لأ هو هيروح. مش كُلّه، لا الخوف ولا ولا الغضب الحزن ولا ولا أي حاجة، كُلّه. سبحان الله. بس فعلًا. باشتغل إن أنا عمّالة كل شوية أدخّل لمُخِّك معلومات إنِّك تكوني أفضل، إنِّك تحاولي تتعاملي مع الشيء ده إزاي، إمم. كل شوية أدخّل معلومات، كل شوية أدخّل معلومات، فالكتير اللي جوّه بيقول إمم. لِك إيه، إزاي تتعاملي، take it easy، خلّيكِ smooth، مش عارف اعملي كذا، التكنيك الفلاني، صح؟ اسكتي دلوقتي، ردي بعدين. أيوه، سبحان الله. بتفرق أوي. غير لمّا بيكون كل اللي داخل لِك أيوه، يستاهلوا، يالّا، هم مش هوبا. عارف إيه، الغلط عندهم، طول الوقت إحنا إيدينا برّه. إمم. لمّا تلاقي نفسِك مرّة عملتِ موقف حلو ومسكتِ فيه نفسِك، بروزيه بقى، بروزيه وكبّريه. بُصّي، يعني أنا ده ممكن أقوله لِك على نفسي كده يعني as general إن أنا كنت شخص سريع الغضب، لسه في طبعًا كتير، بس هو خَد منّي سنين، بس أنا بابروزه بقى بيني وبين نفسي، يعني دلوقتي فعلًا لمّا يحصل أي حاجة وأنا قاعدة كده بابُص، لو جيت لي من 10 سنين كنت هاعمل واسوي، بس أنا ساكتة دلوقتي، لمّا أرجع البيت وأقعد أقول إيه ده يا ماجي أنتِ سكتِ، ساعتها ماجي أنتِ كان المفروض تردّي، بس أنا بالنسبة لي عدم الرد ده enough جدًا بالنسبة لي إن أنا كده اتحكمت في نفسي، ولإن أنا عارفة إن أنا لو ردّيت هتبقى لازم هيطلع جزء من غضبي، أيوه، فأنا سبحان بالنسبة الله. لي إيه ده يا ماجي برافو، بس بيني وبين نفسي بقى، أنا كده بابروزه بيني وبين نفسي أيوه، اللي هو أيوه. بس لأ أنا وصلت يا نُهى بعد سنين، بس وصلنا. هي دي بقى، هي دي أيوه، الصراحة، خلاص. فساعات بappreciate myself إن أنا إيه ده أيوه، لأ جدًا، برافو، أنتِ لمّا ف هتappreciate yourself كتير، هتحسي إن أنتِ بتدّي نفسِك ثقة في نفسِك إن أنا I can do this، أنا أقدر أتحكم في غضبي. سبحان الله. بس بقى في حاجة ضرورية إحنا محتاجين نstress عليها شوية، حلو. إن إحنا مش robots.
يعني مش هاقول لِك زي ما إحنا وأنتِ كده بنقول إحنا في رحلة الغضب بقى لنا حبة ولسه ما آه، وصلناش بس ماشيين، يعني أنا مش هادوس على زرار لا تغضب لا فاهمة. تحزن فهمتِ؟ لا لا تخاف. ما فيش كده، أنتِ مش صح. روبوت زرار on off الموضوع ده رحلة عُمر، يعني أنا ممكن أعيش طول حياتي باحاول إني أتحكم في غضبي وأدير حزني وأدير آلامي، يعني أنتِ قصدِك يا جماعة الموضوع مش سهل، بس محتاج وقته. وقته ومحتاج يعني نعافر شوية، ن أيوه. ندوّر شوية، نفكّر شوية، كل واحد يفكّر في خوفه بطريقته، أسبابه. ما تحبطيش بسرعة لو أنتِ جِه موقف مثلًا قمتِ راجعة تاني فايرة في غضبِك مثلًا آه. أو جِه موقف ولقيتِ نفسِك حزنتِ حزن خطير أو خُفتِ خوف وقّفِك وبعد شوية أدركتِ إن ده كان خوف يوقّف وكان المفروض تقومي تاخدي action وما خدتيش، ما تزعليش من نفسِك، ما تجلديش ذاتِك، ما فيش مشكلة، وقعتِ المرّة دي ما فيش مشكلة المرّة الجاية أنا مش هاعمل هاقع. معاكِ حلقة عن جلد الذات، ده جلد الذات لماجي ضروري معلش بعد إذنِك. الله المستعان. طب معلش بُصّي أصل أنا يعني القعدة معاكِ مش عايزاها تخلص الصراحة، حبيبتي الله فإحنا يكرمِك. طبعًا اتكلمنا النهارده كده عن المشاعر وإدارتها، إدارة المشاعر السلبية عشان أيوه. أطلّع الtrue self بتاعتي وأعرف أتعامل معاها. عشان لمّا تيجي بقى تقولي يالّا يا true self بقى عايزين نشتغل بقى، إمم. تقدر بقى تأدّي معاكِ. صح، نعالج أيوه. الجروح. طيب كلامنا بقى النهارده بعد ما حد تاني سمعه، حَس لأ إن الموضوع أعمق من كده بكتير، لازم وإن يروح موضوع إن لحد أنا مستمع متخصص. جيد أدّي وقت للوجع ده وكده مش ضابط معايا، أنا بقى لي سنين مثلًا في الوجع ده وما باطلعش منه، لأ أنتِ محتاجة حد. لازم، ما تسيبيش نفسِك. استثمري في نفسِك، مش إمم. ما تسيبيش نفسِك، أنا باحس إن ده استثمار، بس برضه إمم. يعني خلّيكِ ذكية، المؤمن كيّس فطن، مش أي حد في أي حتة مؤمن إيه معلش؟ كيّس فطن. أوكي، حلو يعني إيه آه. جوزي بقى يقول لي إيه: "المؤمن كيّس فطن مش كيس قطن." أيوه فعلًا صح، قريبة جدًا. هادوّر على حد متخصص، دوّري من تثقي في دينه وفي علمه، تثقي في دينه بس من غير علمه هيغرقِك، سوري يعني، إمم. تثقي في علمه بس من غير دينه هيسوّحِك، أنا هاكون محتاجة مساعدة بس دوّري على من تثقي في دينه وفي علمه الاتنين، المرّة الجاية إن شاء الله أيوه، أيوه، هنقوم أيوه. بقى حاضر. نشتغل أيوه، أكون بقى ونشوف خلاص هندلت الtrue self بتاعتي، إحنا نطبّق بقى. يعني اللي حصل إحنا عملنا إيه دلوقتي، إحنا عملنا مثالين، ادّينا مثال إزاي الsocial self ممكن توقّفِك تبقي إمم. خليفة أحسن، وإزاي الtrue self ممكن توقّفِك تبقي خليفة أحسن. طبعًا الحياة فيها حاجات أكتر من كده بكتير، بس إحنا ضربنا مثالين من هنا ومن هنا، إمم. من باب بس إيه تقريب الأفكار يعني. حلو. عايزين نقوم بقى ونشتغل، واشوف بقى أنا إزاي أكون حد أحسن، وإزاي أكون خليفة فعلًا قوية. خلاص بقى هاقول لِك بقى إن شاء بخطوات الله على الأرض. إن شاء الله بإذن الله، المرّة الجاية بقى إن شاء الله أقول لِك إزاي تبقي خليفة أحسن. طبعًا نوّرتيني في بودكاست يا فندم، إنما الإنسان أثر فاصنع أثرك. كانت معاكم ماجي ناجي، باحاول أصنع أثر، وأنتِ خير الناس لا نزكي على الله أحدًا يعني. في صنع الأثر. كل كتاب وأنتِ طيبة. قرّبنا نخلّص إن الكتاب. شاء الله بإذن الله، إن خلاص شاء الله. الناس هاسيب الناس تقول في الكومنتات لو في عندهم كتاب معيّن حابين برضه إن إحنا نربّط الدنيا ببعضها نتمنى. دي فكرة رائعة، لو أحب في أي يعني حد أعرف عنده كتاب معيّن نُهى موجودة. أنا ما ليش دعوة. الChatGPT موجود. أيوه. لأ بجد فعلًا لو في أي حد عايز أي حاجة أكيد طبعًا معيّنة يعني إحنا موجودين ونُهى موجودة نحب نسمع الأفكار طبعًا. يا ريت. إن شاء الله بإذن نوّرتيني يا الله، نُهى وشكرًا على وقتِك. السلام عليكم عليكم حبيبتي، الله السلام يكرمك. ورحمة الله وبركاته.